السلام عليكم، ازيكم احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ ابدا الفيديو بتاعي بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وكل سنه وكل اخواتنا المسيحيين بالف خير. النهارده ان شاء الله قلت ان انا ادي حمايه حلوه كده للغساله. كنت بستخدم مسحوق بودر، وبعدين فجاه نقلت المسحوق جل، وما عملتلهاش دوره خل بقالي كتير، فبتطلع لي الغسيل ريحته مش لطيفه. فقلت يلا نعمل لها بقى غسله كده محترمه. حطيت في الدرج ايه بقى؟ اللي على اليمين ده واللي على الشمال اللي هم فوق بعض يعني، كربوناتو وملح، ملح ليمون. تمام. وده خل، انا استخدمت ازازه خل كامله. بس نصيحه يعني، لما تجيبوا خل وهتعملوا بيه دوره الغسيل زي كده، هاتوا نوع رخيص. ماشي، خلوا النوع الغالي للاكل. حطيت في الدرج نفسه، وحطيت برضو في الحله، وبعدين لقيت ان انا عماله بحط في الحله عمال يجري يعني. انا معرفش هو يعني هو كده راح فين، راح كده في المواسير ولا راح فين. فرجعت حطيت تاني فوق الكربونات والملح ليمون. شايفين بيفور ازاي؟ الدرج كان محتاج فعلا ان هو يتغسل، لان هو عليه مسحوق جل على بودر. عملته على اقل برنامج عندي 15 دقيقة هو، ومش شرط يبقى حرارة عالية قوي يعني. عايزة اوريكم بس الحلة مطلعه ايه. بصوا الرغوة اللي طالعة دي، ده اكيد مش من الكربونات والملح ليمون يعني، بس كمية رغوة مش طبيعية. المسحوق المتراكم كده زي ما انتم شايفين كمية الرغوة. انا مش حاطة مسحوق خالص. بالنسبة لكمية الملح ليمون والكربوناتو زي ما انت عايز، انا حطيت مثلا بمقام معلقتين كبار مثلا كربوناتو على معلقة كبيرة مثلا ملح ليمون بالتقدير كده. كده خلص البرنامج. عايزه اقول لكم ريحه الحله تحفه، يا ريحتها خل، ريحتها نظافه كده. حطيت فوطه كده في الارض عشان هفتح الفلتر. لازم الفلتر ده يفتح، هتلاقيه بينزل كميه ميه كده. والفلتر ده اوعي تفتحيه والغساله شغاله، هتلاقيه بينزل ميه بقى كتير. لكن ده بيبقى بواقي كده الغسله يعني. شايفين هنا مصفر ازاي عايز يتغسل، والحله نفسها من جوه هنا عايزه تتغسل، اللي هي مكان فتحه الفلتر بقى ذات نفسها. طبعا هو نزل ميه، والميه دي نزلت تحت الغساله. ممكن تحركي الغساله وتجيبيها، او تحطي فوطه زي ما انا حاطه كده، تتشفط على طول. اهو عماله اجيب كده من جوه. شايفين كل ده بيبقى من بواقي بقى الغسيل، الغسله اللي انت بتغسليها. العمله دي لازم تعمل كل قد ايه؟ ممكن على الاقل كل شهر، ممكن تعمليها كل اسبوعين مره، ممكن بس مش كتير قوي يعني. يعني من اسبوعين لشهر مره. الدرج هندوس في الحته دي كده في النص، هتلاقيه طلع معاكي بمنتهى السهوله. اهو شايفين المسحوق اللي تحته ده بارومه يا جماعه. شايفه الحته اللي بشاور لكم عليها دي بارومه للاسف. هقول لكم هي حصل لها ايه. واللون الاصفر ده مونوكير، انا اللي عاملاه مونوكير. المهم ندخل على الحمام بقى. خدت الدرج بتاع الغساله، وحطيت عليه كده شويه صابون، وهبتدي السلكه دي او الليفه دي ليفه سلك يعني، ليفه وفيها خشونه شويه، هتلاقيها بتبقى عند بتاع المنظفات. الحته دي الاكتر حته كان فيها مكان المسحوق، حتى فيها لون بنفسجي كده، مش تقريبا مكان الجل اللي انا بستخدمه بتاع الغسيل. اهو عماله اجيب كده من فوق ولتحت. وفي حاجات كانت لازقه معرفتش اجيبها خالص يعني. في المسحوق البودر، عايزه اقول لكم مسحوق البودر اكتر حاجه بترصف في الغساله يعني. المسحوق الجل لا، بيدوب اسرع، ما بيعملش ترسبات على الهدوم، ما بيعملش الحاجات دي كلها. المسحوق البودر ده بجد يعني نفسي نبطله كلنا. ف خلصت كده دعك هنا، وعملت برضو الحتة دي بتاعة الإضافات اللي في النص دي، بتتشال بسهولة وبتتركب عادي. أو شايفين الحتة اللي عمالة أدعك فيها دي؟ هي أنا لقيتها مش جايبة همها، فرحت جبت حاجة بقى صغيرة أصغر إن أنا أدعك بيها. لقيتي حاجات ما تطلعش خلاص بقى، اللي لزق لزق يعني. اللي بالنسبة للمسحوق البودر بتلاقيه محجر كده من جوه، لأن برضو الدرج ده بيبقى فيه مية وبيبقى فيه المسحوق، مع الوقت بيبدأ يحجر كده يلزق، وخلاص ده ما بيطلعش كده. اهو الحته دي اللي انا بشاور لكم عليها مش راضي يطلع ابدا. خلاص بقى انا عملت على قد ما اقدر، و على قد ما اقدر. الحته دي بقى لقيتها محتاجه انها تتغسل، فجبت فرشه اسنان قديمه وبدات ان انا اعملها. فرشه الاسنان دي ما تستغنيش عنها في التنظيف ابدا. اهو الحته دي اللي جوه دي كانت واخده صبغه موف كده، مكان برضو المسحوق الجل اللي انا بستخدمه. بس كده، والدرج ما فيهوش اي حاجه، وبقى زي الفل اهو.
وبتسيبيه بس يتصفى قبل ما تدخليه في الغسالة. تمام، تسيبيه يتصفى. انا رحت حاطاه كده وهو بدأ يصفي المية بتاعته، وابتدي ان انا برضو اخد الجزء بتاع الفلتر ده. شايفين برضو عايز يتغسل ازاي. العملة دي يا جماعة لو هتعملك كل شهر مرة، خلاص انسي بقى ان يطلع لك غسيل مش نظيف، يطلع لك غسيل مثلا ريحته مش كويسة. بيحافظ على عمر الغسالة. يعني انا فاكرة المهندس اللي كان بيعمل الغسالة بتاعت اختي ساعة ما كانت بتتجوز، كان بيعمل لها الغسالة، او اسمها ايه يعني، كان اول فتح للغسالة وكانت لسه جديدة كان بيركبها من شركة زانوسي. تمام، هي غسالة انا مش زانوسي، بس هي بتاعتها زانوسي. وانصح اي عروسة برضو تجيب زانوسي، تحفة الصراحة. يعني مش عايزة اقول لكم انصحها بالدورة دي. يعني ده مش كلامي انا. ان ملح ليمون على كربوناته على خل، تتعمل مرة في الشهر. مسكت بقى الدرج من جوه وصبنته، برضو كان مرصب برضو مسحوق البودر. انا نفسي بجد ابطل مسحوق البودر ده، عشان هو خنقني في عيشتي كلها. ما عنديش بس ستاند يجيب لي الطول بتاع الغساله، فاضطريت ان انا اعمل بايد وامسح بايد. الحته دي يا جماعه شايفين، دي برومه للاسف واسفاه. انا بقشرها عشان انا هحط عليها مونوكير. ايه اللي حصل بقى؟ جات مننا البرومه دي. كنت بالغلط حطيت مسحوق عادي. حطيت مسحوق عادي بالغلط، كان كيسه شبه الكيس بتاع المسحوق الاوتوماتيك. لقيت لك بقى الغساله بقى بترغي، يعني الدرج ده مطلع رغوه وبطلع لبره ودخل على المفاتيح. رحت فاصلها بسرعه. طبعا كان ممكن اتكهرب ويعمل لي قفله في الكهرباء. برغم ان انا شفتها، بس لقيتها عملت برومه كده زي ما انتم شايفين، حتى معلمه على اللون الرمادي على الشمال، ناحيه الشمال كده في خطوط كده، ده مكان المسحوق. فخلي بالكم، عشان انا والله كنت في صفحه كده بتاعت الحي اللي انا ساكنه فيه، لقيت واحده بتقول انا بعمل خلط ما بين المسحوق العادي والاوتوماتيك للغساله دي. طبعا المسحوق العادي رغوته عاليه، المسحوق الاوتوماتيك انتي فوم في ماده انتي فوم ما فيهوش رغوه. تمام، تقدري تعملي العمله دي لو انت غساله فوق اوتوماتيك اللي هي بتفتح من فوق، لكن دي لا طبعا، ده الرغوه ممكن كمان تبوظ الهيد بتاعها من جوه. فدي نصيحه بقى للعرايس الجداد. انا كده مسحتها من بره وركبت كمان الفلتر وبقت فله شمعه منوره. ويا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واي استفسار وتعليق اكتبوا لي تحت في التعليقات. وزي ما قلت للعرايس الجداد، العمله دي تعمليها مره كل شهر هتبقى غسالتك زي الفل. وانصحكم بالغساله دي، ما تجيبوش الغساله من فوق، لان دي بتنظف افضل كتير. يعني مع استخدامات الاهل والجيران وكده، شكروا في الاماميه اكتر من الاوتوماتيك اللي من فوق. بس يلا، كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.